رجعنا لكم مرة ثانية وفقرتنا الطبية، والنهاردة فقرتنا الطبية هنوريكم فيها حاجة مهمة جدا هتدي أمل كبير جدا 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 لناس بيعانوا من السمنة والسمنة المفرطة في الحقيقة، والسمنة زي ما بنقول مرض العصر. فالنهاردة هنشوف حاجة سحرية وغيرت حياة بني آدمة من الأسوأ إلى الأحسن بكتير، غيرت شكلها وغيرت كمان في شخصيتها أعتقد. بس في الأول خلينا بقى نرحب ترحيب خاص جدا بالدكتور اللي عمل الرائع ده، أستاذ دكتور محمد المصري، أستاذ مساعد جراحات السمنة وجراحات المناظير كلية طب القصر العيني. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك. مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك. وحشتنا من المرة اللي فاتت. ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد هي لله. كمان نرحب ترحيب خاص جدا بضيفتنا اللي مشرفانا النهارده ومنورانا، أستاذة منال عبد العزيز. أهلا بيك يا أستاذة اهلا منال. بحضرتك. اسمح لي يا دكتور هبتدي معاها طبعا. بعد اذنك. طبعا انا اول ما شفت استاذه منال قلت لها انت رفيعه هو ايه في ايه؟ قالت لي لا انت ما شفتش. كنت شفت الصوره قبل ما نبتدي فيعني فهمت الوضع ايه. استاذه منال ازيك؟ اهلا. مشرفاني الله ومنوراني. يخليك. احكي لنا كده وزنك كان كام وبقيتي كام؟ والله انا مريض شلل الاطفال اصلا. كان وزني 150، يكاد يكون كنت هنقعد على كرسي متحرك خلاص. كرسي متحرك خلاص، كل الدكاتره بتوع العظام قالوا هتقعدي على كرسي كان متحرك. وزنك قد ايه؟ كان وزني 150 كيلو. 150. طب الوزن ده زاد يعني ليه وصلت ل 150 كيلو؟ والله من القعده لا كده لوحدي كده من عند ربنا سبحانه والأكل؟ وتعالى. من الاكل اكيد طبعا. كل حاجه من عند ربنا سبحانه اكيد وتعالى. طبعا. اكيد من الاكل طبعا بس اكيد. والاكل من عند من ربنا الاكل سبحانه وتعالى برضه. كل مره بزيد ما بقدرش امشي لغايه لما وصلتي لحد ما وصلت 150 كيلو. وانت بتعاني طبعا من موضوع شلل الاطفال، فكان بالنسبه لك الحركه صعبه اكتر من اي حد تاني. طيب فكرتي تعملي ايه بقى بعد كده؟ حاولتي الاول تعملي اي دايت رجيم؟ كتير، عملت كتير من وانا صغيره وانا بعمل رجيم. انت الموضوع ده السمنه عندك من وانت طفله؟ اوكي. طب دي حاجه عندكم بس في العيله؟ زدت اكتر حاجه عندكم في العيله؟ لا اوكي. بس انا زدت انت اكتر. بتحبي الاكل بعد كده بعد ما اتجوزت زدت اكتر بصراحه. طب بصي انا هقول لك حاجه، هنفكرك انت عملتي العمليه من قد ايه؟ من سنتين وشهر. طب تيجي كده نشوف شكلك من سنتين كان ايه؟ وشهر؟ ماشي. ورينا حساب. اوكي. احكي لنا انت، علقي على الصوره، انا مش هعلق. الصوره ديت كنت خلاص وصلت لمرحله الانتحار، وصلت الكرسي المتحرك خلاص ومش قادره امشي ومش قادره اتنفس ومش قادره اروح شغلي ومش قادره امارس حياتي ومش قادره اعمل اي حاجه في اي حاجه خالص. حتى اخدم ولادي واخدم جوزي مش قادره بكل الطرق. دي الصوره اللي على شمال الشاشه بنقول للمشاهدين دي من سنتين وشهر، والصوره الثانيه طبعا دي النهارده احنا لسه مصورينها لها النهارده في الفقره. فرق كام كيلو بين الصورتين؟ 75. فرق 75 كيلو بين الصورتين؟ يعني واحده 150 واحده 75. اوكي. طيب انا زي ما قلت دي اكيد غيرت شكلك طبعا. وغيرت شخصيتك طبعا. الشكل هو واضح على الشاشه. شخصيتك ايه اللي حصل فيها؟ اولا شخصيتي اختلفت تماما لما عرفت الدكتور محمد المصري. طبعا بصراحه بحته، يعني انا رحت اسكندريه ورحت القاهره، مكان تاني غير اللي فيه الدكتور محمد، ورحت طنطا ورحت عندنا البحيره. انا من البحيره. ده انت لفيتي مصر. لفيت بصراحه، ما ارتحتش الا مع الدكتور محمد، هو اللي اعطاني الامل والابتسامه والحياه من جديد بصراحه والله. اوكي. اعطاني كل حاجه حلوه، قال لي انت ليه زعلانه؟ هتعملي العمليه وهتخسي وهتمشي وهتبقى كويس. قلت له لا انا مش مصدقه، عمري استحاله لان عملت دايت بحاجات كتير جدا وفلوس كتير جدا وعملت حاجات كتير خالص. بس حاليا هو قال لي لا ما تخافيش، وباقل حاجه هتعملي العمليه ان شاء الله، وانا هنعمل لك العمليه بنفسي وما ما تنعيش هم الدنيا خالص. طيب. يا دكتور مش ممكن. قال لي لا ممكن، والحياه هترجع لك تاني. مفيش حاجه اسمها مستحيل. عملت العمليه. مفيش حاجه اسمها مستحيل. هو قال لي كده فعلا. مفيش حاجه فيها اسمها مستحيل، هتعملي العمليه وهترجعي لبيتك واولادك وهترجعي لشغلك ومفيش اي مشكله خالص. انت النهارده مشرفاني ومنوراني، وخلينا بقى نتكلم مع الاستاذ الدكتور محمد المصري وتحكي لنا عن الحاله اللي معانا النهارده. جات لك من سنتين، كان وزنها 150 كيلو، مريضه سمنه مفرطه. تمام. وعندها شلل اطفال، الاثنين مع بعض. دي حاله اصعب اعتقد ولا ايه؟ ما هي المشكله ان قله حركتها بتساعد انها وزنها يزيد اكتر، ومع الاكل الزياده تبتدي الدنيا تخش في دايره مفرغه، يبتدي الوزن يفضل مش هيقف. فكان لازم ان القصه دي لازم نقلل حاجه منهم. لازم اقلل الاكل او ازود حركتها. فما كانش في حل غير اللي هي تعمل العمليه. بالذات انها كان معدل الكتله بتاعتها اللي احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عليها، فقلنا انها فوق ال 40، لا هي كان دخلنا في حاجه و50 يعني. تمام. فكان لازم القصه دي تتقطع بقى عشان نبتدي وزنها يقل، تبتدي تتحرك،
معدل الحرق بتاعها هيبتدي يزيد. اوكي، قررت تعملها عمليه ايه بقى؟ عملت عمليه تكميم، هي كطبيعه حسب طبيعه اكلها. يعني هي كانت بتاكل كميه اكل كبيره. وانا مبسوط ان احنا معانا حاله من سنتين عشان نوري الناس ان الوزن بينزل بالظبط بجد، وان مفيش اعراض او مفيش الاشاعات. هي عماله تهز راسها يمين وشمال. مفيش حاجه. قولي انت. مفيش. لا مفيش اي حاجه، مفيش اي اعراض، مفيش اي حاجه. اوكي، طب اخترنا لها ليه التكميم بالذات؟ حسب طبيعه اكل كل واحد. هي ما كانتش بتاكل حلويات، ما كانش فيه شراهه يعني الحلويات، كل واحد ممكن ياكل كان بس ما يبقاش فيه شراهه. كميه الاكل بتاعتها كانت كبيره، فكان لازم ان احنا نقلل الكميه ديت. فكانت العمليه اللي بتحتاج لكده ان هي عمليه تكميم، ان انا اقلل كميه اكل العيان. مش هلعب على امتصاص، ومش هحتاج ان انا يعني اخلي الامتصاص ده يقل عشان بعمليه تحويل مسار مثلا. فعلا كانت النتيجه يعني هي المفروض النتيجه بتبقى 70% من وزن الزياده ينزل في خلال السنه الاولانيه، لا هي كانت معديه الارقام دي، ان احنا وصلنا حوالي 90% من ده عشان هي ملتزمه كمان اكيد بالتعليمات اللي حضرتك اديتها لها. طيب عملنا لها عمليه التكميم، والمفروض الوزن بينزل كل 3 شهور قد ايه تقريبا؟ بص، اول 3 شهور الوزن المفروض ينزل 35%. اوكي تمام. ال3 شهور اللي بعديهم ممكن ينزل حوالي 20%، وبعدين يبتدي يقل تدريجيا لغايه ما نوصل في الاخر التوتال بتاعنا يبقى 70% على خلال السنه. خلال سنه. اوكي، هي عشان التزمت فالموضوع كان اسرع. طب احنا معانا برضو صور دلوقتي للحاله معانا على الهواء، دي حضرتك برضو دي من 2 وشهر برضو. من قبل العمليه. من قبل العمليه. طب انت عندك، احكي لي كده، انت عندك ولاد قد ايه؟ ربنا يخليهم. عندي ولد وبنت. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. عندهم بيعانوا من السمنه او حاجه؟ لا هي بنتي ممكن تكون يعني. طب ليه بقى؟ انت شكلك بتطبخي حلو. شكلك انت بقى العيب فيك، انت اللي بتطبخي حلو. ابني لا. انا خفت تخلي الدكتور. ودي صوره برضو ثالثه لحضرتك برضو قبل العمليه. قبل العمليه، وانت معانا النهارده اهو بعد العمليه، ونزلتي يعني رقم فظيع. نص الوزن. من وزن نص الوزن، ودي حاجه بالنسبه لي كبيره قوي. طيب دايما لما الناس بتنزل كتير قوي في الوزن بيبقى في ترهلات في جسمها. انا شايف وشك مشدود، وشك كويس. الله الحمد لله رب العالمين. يعني مفيش ترهلات الجسم. لا عايزه اقول لحضرتك حاجه برضو، ان جميع الدكاتره قالوا لي ان انت ممكن لما تعملي العمليه دي يجيلك جلطه، عشان عندي شلل الاطفال. يعني انا بقول لحضرتك يعني، بس مفيش غير واحد بس هو الدكتور محمد، هو قال لي لا ولا جلطه ولا حاجه، انت هتعملي العمليه زي اي انسانه طبيعيه. هي وارد انها طبعا اي عيان داخل عمليات زي كده وارد انه يجي له جلطه. بس مش النسبه اللي هي بتخوف، بالذات اللي انا بقى بندي حاجات مذيبه للجلطات. اصلا لو قعدت بالتخن تخوف اكتر. بالظبط كده. هيجي لها امراض اكتر. بالظبط كده. فكان لازم تاخد خطوه قويه عشان تعدي الريسك ده كله يعني. اوكي، طب احنا عايزين بقى نعرف عمليه التكميم بتتعمل ازاي؟ هتحكي لنا شويه وبعد كده هنشوف فيديو للعمليه، بس احكي لنا ايه الاجراءات اللي فيها بتحصل. بص هي، وهل معلش انا اسف، هل في تحاليل المريض بيعملها قبل العمليه ولا لا؟ اهم حاجه في العمليه هي تحضير العيان. لازم يتعمل تحاليل، لازم يتعمل موجات صوتيه على القلب وموجات صوتيه على البطن عشان نعرف لو في اي التهابات مثلا في المراره او في اي مشاكل تانية. لازم يعمل اشاعات ويعمل وظائف تنفس عشان نشوف هو هيبقى قابل ان هو يتعمل له يتخدر يعني ولا لا. اوكي. بعد كده ببتدي اخد قرار بقى خلاص نوع العمليه ايه، ونبتدي نحضر العيان كاكله قبل العمليه. قبل العمليه. اوكي. عشان يقلل لي كميه الدهون اللي على الكبد. يعني انت في اكل معين، في رجيم بيمشي عليه قبل العمليه. ايه بقى؟ يختلف من عيان لعيان حسب معدل الكتله بتاعه. اوكي. من اول 5 ايام لغايه شهر، حسب الحاله، حسب الوزن. اوكي. وبعد كده بنروح عاملين عمليه التكميم. هنشوف الفيديو وبعد كده نعلق عليه. اوكي. ورونا الفيديو. هو دي الفتحات بتاعه المنظار. هم عن طريق 5 فتحات، الفتحه بتبقى حوالي من نص الى سنتي. بندخل منها الالات اللي احنا بنشتغل بيها والمنظار اللي انا بشوف فيه العمليه. المفروض ان انا باجي بصغر المعده عن طريق الدباسات. هي هتبان دلوقتي عندنا. هي فكره العمليه اللي انا اقلل كميه الاكل، باخد جزء كبير من المعده عشان يقلل كميه الاكل، دي حاجه، وعشان يقلل لي الاحساس بالجوع. الجزء اللي على الكبير اللي بتاع المعده اللي هو اتشال ده فيه خلايا مسؤوله عن ان انا احس بالجوع. بتشيلوها تودوها فين؟ تشيل خالص.
دي ما لهاش رجوع تاني. فهي دي العمليه الوحيده اللي في العمليات السمنه عكس التحويل تقدر ترجع فيه، دي ما تقدرش ترجع فيها. اوكي. الحجم اللي بيتبقى يعني بالمتوسط كان نقول ان هو 85%، بس على حسب حجم معده العيان نفسه قد ايه. يعني لو انا عندي عيان مثلا معدته 4000 سم واحسب له في الاخر 100 سم، فيبقى اللي باقي 2.5% مثلا. اوكي. بس فهنا ده الاكل اللي بيخش هنا المعده بيبقى نص الاكل؟ لا اكتر من ده هم حوالي 4 أو 5 معالق. اوف. في الفتره الاولانيه يتحسن الدنيا شويه تدريجيا، توسع شويه، توسع طبعا. بس عشان كده لازم تصغر على قد ما تقدر، لانها هتوسع. عشان لما توسع هتبقى ال 100 سم 200. انما ما ينفعش ان انا اسيب له 300 سم. طب احكي لي بقى، هو ممكن، ما هي المعده ممكن تقعد توسع، طب ممكن بعد 10 سنين عمرها ما هتوصل للحجم الطبيعي. مش هيحصل. اللي يبوظ الدنيا اللي انا ابتدي اكل مرات كتيره 7-8 مرات في اليوم بكميات، وابتدي بنفس الكميه حتى الصغيره، واكل حلويات او حاجات سعراتها حراريه عاليه جدا. وبالتالي فيبقى انا كده ما كانش من الاول اللي ينفع لي التكميم، انا محتاج اعمل تحويل مسار او تحويل مسار مصغر. اوكي. طب انا عايز اسالك حاجه، لما المعده بتوسع شويه، يعني انا بتخيل يعني المعده ليها سمك تخن معين، تمام. كل ما هتوسع كل ما السمك ده هيقل. لا ده ما يعملش مش هيقل. لا مش هيقل. هو هيفضل زي ما هو. اوكي. لان انا متخيل هتقعد توسع زي لا، ما هي اصلا هي هتتمدد بس ده ما بيحصلش. لا ما بيحصلش. يعني اوقات مثلا بخش اشوف مثلا عيان يكون عامل تكميم وجات له حصوات في المراره، ببص على مكان التكميم، لا ما بيكونش ليه تغير في السماكه يعني. اوكي. طب عايز اعرف بقى دلوقتي حضرتك بتاكلي ايه وعايشه حياتك ازاي بالذات في الاكل؟ في الاول كنت يعني ايه، لما اول اسبوع كنت اول اسبوع الدكتور قال ايه هتعيشي على العصير. قلت مش ممكن يعني كنت باكل بعد المحشي والخضار. قال لي طب بس اصبري. فصبرت طبعا. كان علبه البيور كانت بتكفيني طول النهار لمده شهر. بعد كده اكلت الحاجات الطريه اللي هي زي الرز بلبن، زي الزبادي. بعد كده قال لي كل اللي انت عايزاه، اي حاجه اللي انت عايزاها كلها، ما تحرميش نفسك من اي حاجه. بس بكميات. ما انا ما بقدرش. هي العمليه اللي هتحكمها. ما بقدرش. لا ما بقدرش خالص. اكل بكميات صغيره بتكفيني جدا جدا وبشبع تماما. دلوقتي احكي لي طاقتك ايه؟ بتفطري ايه وبتتغدي ايه وبتتعشي ايه؟ بفطر وبتغدى وباكل كل حاجه. مفيش كل حاجه باكلها دلوقتي، كل حاجه باكلها بس برضو بكميات صغيره. اوكي. على قد معدتي، لو كترت شويه ممكن ارجع بقى. اوكي. لكن على قد معدتي. اوكي. طب الدكتور عايز اعرف ايه، مين اللي غير مسموح له انه يعمل العمليه دي؟ لا ده كل عيانين السمنه اللي ممكن ما ينفع لهمش العمليات دي، لو عندهم مشاكل قلب مثلا او مشاكل تنفس. مشاكل القلب ده ممنوع يتخدر. انما كعمليه لا. الحاجه اللي فعلا نقول ما افضلهاش فيها العيان اللي عنده ارتجاع مريء، هيبقى افضل له تحويل مسار. فاهم. طب خليني اسالك على بعض الحالات وانت تقول لي ينفع امتى وما تنفعش امتى. اللي هم التين ايجز اللي هم عندهم بدانه هم 15-16 سنه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، بس نشوف درجه ذكائهم، وعيهم. مش عشان يمشوا على اجراءات الدكتور. تعليمات اللي انت هتقول لهم عليها. هتمشي على سوائل 3 أسابيع، مش لو عمل غير كده لا هندخلنا في مشاكل. اوكي. طيب لو سيده حامل وبعد ما ولدت عايزه تعمل، يعني هي بدينه اساسا وعايزه تعمل العمليه، بعد الولاده بقد ايه ممكن تعملها؟ على الاقل 3 شهور. 3 شهور من الولاده تعمل، سواء ولدت سيزيريان او ولدت طبيعي. مش فارق. اوكي. طب مرضى السكر ممكن يعملوا طبعا. بتخففهم؟ لا ده بيحسنهم جدا. بتخففهم. اوكي. يعني بيحسن السكر جدا. ده في ناس كانت بتمشي على انسولين ابتدت توقف الانسولين، تمشي على ادويه، وابتدت كمان في ناس وقفت ادويه. طيب احنا دلوقتي لما بنعمل العمليه دي كلها بالمنظار. ده ما بيسيبش اي اماكن في الجسم. الجرح العادي اللي هو حوالي سنتي او سنتي ونص بكتير. اوكي. ده مش جرح يعني، ما فيهوش قطع عضلات. برضه انت عماله تشاوريني. لا مش جرح يعني، ما فيش حاجه. اوكي. فكل الحالات دي، كل العمليات السن المفروض بتتعمل بالمنظار. كبار السن يعني اخرنا لسن كام؟ المفروض 60 سنه. بس في عيانين بيجوا لي فوق ال 60 وبيبقى بس حسب بقى صحتهم. يعني ممكن يبقى واحد 55 سنه وصحته ما تسمحش، ممكن 20 سنه وما تسمحش، فمش انما ال 65 ممكن لغايه 65. اوكي. طيب برضو حضرتك انا كده اللي فهمته من كلامك ان التكميم وتحويل المعده اللي فيهم نوعيه الاكل اللي المريض، طبيعه الاكل طبيعه الاكل اللي بياكلها.
بالظبط كده. هي دي اللي بتحدد بيتخن نوع العمليه. بالظبط. صح كده؟ طب احنا دايما بنقول التكميم تحويل والتحويل. ايه التالت؟ في تحويل مسار مصغر. مصغر، اوكي. وفي حزام المعده. وفي عمليات كتيره. طب ممكن حد مثلا زي الاستاذه عملت العمليه وبعد 5 6 7 سنين تخنت لاسباب وات ايفر بقى، ممكن تخش تعمل عمليه تاني. ممكن تعملها تاني ولا ساعتها ممكن تعمل لها حزام او الكلام لا ده؟ وقتها ممكن رقم واحد طبعا هو اللي هي تعمل تحويل مسار. او انها تعمل لها تعديل تاني للتكميم. لان انت خلاص شلت، حتى لو كبرت تاني فممكن اصغر. والله؟ طبعا. اوكي. دي حالات كتيره بيحصل كده؟ بتحصل كتير قوي بعد عمليه تدبيس المعده. اكتر الفشل فيها اكتر. طيب خليني برضو بسمع اللي بيعملوا عمليه التحويل بيقعدوا طول حياتهم بياخدوا فيتامينز. هل العمليه اللي هي عملتها اللي هي التكميم بتعيش حياتها على الفيتامين؟ اصولا كل العمليات لازم ناخد فيتامين. كل العمليات اللي من النوعيه دي، كل العمليات السمنه لازم ناخد فيتامين بانواع مختلفه. ليه؟ ما هو انا عندي نقص تغذيه. ما هو هي فكره العمليه ايه؟ ان انا بحول المريض من عيان، من واحد سليم كميه اكله كبيره لواحد عنده نقص تغذيه، كميه اكل قليله او امتصاص قليل. تمام. عشان كده لازم باخد فيتامين اعوض كل النواقص اللي بتحصل. لازم اعوض كل ده. حتى لو حد بياكل الاكل صحي، يعني انا اعرف بعض الناس عملوا العمليات دي بقوا ياكلوا اكل هيلثي جدا وصحي جدا. هو مش ده اللي هيحصل فعلا، لان العيان بيزهق بعد شويه ان هو ياخد فيتامين طول العمر. انما كده بقى كده. انما اللي بيتنفس فعلا ان انا على الاقل اول سنه اللي فيها نزول سريع ادي فيتامين، وبعدين ابتدي نحلل ونشوف. طب ناقص عندي الكالسيوم، لا اخد كالسيوم. ناقص عندي حديد، اخد حديد. بتكمل الحاجات اللي بتنقص. ده للرجال والسيدات. رجال. مين اكتر بيعملوا العمليات دي، ستات ولا؟ ستات طبعا. والله؟ طبعا. مع ان الرجاله عندنا تخن قوي. بس هي انت عارف رقم واحد في العالم. جوزك تخين؟ عارف ان مصر هي رقم واحد في العالم في السمنه في السيدات. في السيدات؟ ايوه والله؟ اوكي. رقم 41 في الرجاله. ممكن تبقى رقم 41 في الرجاله؟ والستات هيقولوا اكل المحشي. ما طبعا بيقعدوا يتفرجوا على البرنامج الحاجات اللي بنعملها بالظبط كده. انت اللي مبوظ كده. انا اللي مبوظ الدنيا. طيب كده احنا فهمنا العمليه بالتفاصيل. العمليه بتقعد وقت قد ايه تقريبا تتعمل؟ وقت العمليه تتراوح من نص ساعه الى ساعه ونص حسب الحاله. حسب صعوبه الحاله. مريض السمنه بيبقى تقيل جدا، هل ده بيبقى محتاج يعني في غرفه العمليات السرير ده سرير معين او كده؟ طبعا. بتتعاملوا زي في ناس طبعا 200 كيلو. تحمل السرير نفسه لازم يبقى يعني على الاقل 250 كيلو. اوكي. يعني وفي عيانين بيعدوا 250 كيلو. اوكي 250. ده بيبقوا عايزين اجراءات برضو خاصه جدا. طبعا هو مختلفه وبيبقى وارد جدا ان هم يخشوا رعايه مركزه على الاقل اليوم واحد. اوكي. خليني بقى اسال حضرتك، ارجع لك مره ثانيه. اي مريض سمنه دلوقتي شايفنا بيعاني من سمنه مفرطه فوق ال 150 وال 180 والارقام الكبيره دي، تقولي له ايه؟ اعمل العمليه ضروري ضروري ضروري، لازم تعمل العمليه. أوكي. عمليه سهله وجميله وهتخلي حياتك غير عاديه. اوكي. عايز اسالك، انت حصل لك اي ترهلات في جسمك؟ في الاول دلوقتي الحمد لله بدات تشد. ابتديتي تتحركي اكتر، ابتديتي حتى لو في شلل اطفال ممكن تلعبي رياضه شويه. لا دلوقتي بقيت الحمد لله، انا ما كنتش بمشي خالص. تمشي. طب انا شايفها داخله عادي. لا دلوقتي بمشي وبروح شغلي، ما فيش مشكله خالص. اوكي. وبمارس حياتي عاديه جدا، وبخدم ولادي وبمشي كتير. انا شغاله مأمور الضرايب في الضرايب العامه. اوبا ايوه يا بختك يا دكتور. انت كده هتدفع مش طبيعي. لا انا قريب. انا في بلد ومحافظه احنا الاثنين في المحافظه. هتوصي علينا انا وانت. وصيهم علينا هنا. لا بس كل اللي بيشتغلوا في الضرايب في مصر ناس محترمه في الحقيقه، يعني نشكرهم على المجهود اللي بيعملوه. الحاله النفسيه اكيد بتختلف تماما جدا. اوكي. هل قبل العمليه انت بتقعد مع المريض او المريضه وتقعد تفهمهم بالتفاصيل بقى ايه اللي هيحصل؟ بالمضاعفات. هيتخضوا اكيد. بالمضاعفات. ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ احنا ما اتكلمناش عن احنا اخطر حاجه عندنا هي حاجه اسمها التسريب، ان مكان الدباسات حاجه منها تفتح. دي ال ممكن تحصل في اول 3 اسابيع من بعد العمليه. بعد 3 اسابيع المفروض خلاص الريسك ده راح. بقول للعيان بس هي نسبتها قد ايه في الاول وفي الاخر؟ هي 0.5%. فما هياش الحاجه لان عمليه الزايده ليها مشاكل، عمليه المراره ليها مشاكل، اللوز بالظبط. فما فيش عمليه من غير مضاعفات. صحيح. بس لازم العيان يفهم ولازم اقعد افهمه واحكي له. صحيح.
انتوا النهارده شرفتوني نورتوني، والف ربنا حمد لله على سلامتك الله يسلمك. ودايما في الله احسن صحه واحسن حال. الله يخليك. وتحياتي لاسرتك كلها. الله بشكرك يخليك. انك الله جيت لنا يخليك. النهارده، وبعتذر لكم انتوا الاثنين لان انا اتاخرت النهارده واخرناكم جدا، فانا اسف. لا لا خالص. انا اسف جدا. شكر خاص جدا لضيفنا اللي شرفنا النهارده ونورنا في الفقره الطبيه، استاذ دكتور محمد المصري، استاذ مساعد جراحات السمنه وجراحات المناظير كليه الطب قصر العيني، على وجوده معانا النهارده. وكمان بنشكر الحاله اللي كانت معانا النهارده استاذه منال عبد العزيز، وبنقول لها الف مبروك والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وخلي جسمك كده بقى على طول. الحمد لله ان شاء الله. بشكركم. تكون مع الدكتور محمد هنسيني كده على طول ان شاء الله. بشكركم، شرفتوني ونورتوني. الله خلونا نشوف يخليك. فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل. خليكم معانا لو سمحتوا.